عندك ايدين الحمد لله، اتنين بيسقفوا. ليه مستنيه حد يسقفلك؟ ليه مستنيه كلمه شكر من حد؟ ليه مستنيه كلمه حلوه من حد؟ انت مش لوحدك، انت مش لوحدك. وانا عارفه الاحساس اللي بيجيلك قوي، ان هو انا محدش بيقدرني ليه. هو ليه محدش بيقول لي كلمه شكرا؟ بجد هي الناس نسيت كلمه شكرا، نسيتوها. يعني اي حد بيعمل لحد حاجه المفروض اللي هو شكرا، ده ميرسي جدا لذوقك. اي تقدير ده ما بقاش موجود عند الناس. فانك انت تستني كلمه حلوه من حد، هو ده مش عيب فيكي والله، هو العيب في الناس. كلمه ان انت تستني شكر من حد دي تقيله قوي على الواحد، تقيله قوي، وللاسف محدش بيقدر دلوقتي. فاحنا هنعمل ايه؟ هنشكر نفسينا قبل شكر نفسينا، يعني نشكر ربنا طبعا على كل حاجه، والحمد لله على نعم كتير جدا، شيء مفروغ منه. ولكن عشان ما تستنيش كلمه حلوه من حد، زي ما انتي برضو مش حابه انك تسمعي كلمه وحشه من حد، فانا مش عايزاكي تستني اي حاجه من حد. نمبر 1. نمبر 2، ازاي اشكر نفسي، او ازاي اقول لنفسي، يعني انا بدي لاي حد وحد ما بيقولش شكرا، او ما بيقولش ميرسي، او ما بيقدرش الحاجه اللي انا بعملها. فانا مثلا اديت له مثلا كتاب، اديت له اي حاجه المفروض اللي انا هستنى منها شكر، ما شكرش، لا ميرسي بجد لنفسي، شكرا، برافو والله عملتي حاجه كويسه، شاطره شاطره، برافو برافو. اشكري نفسك والله، قولي ميرسي جدا، برافو عليكي يا نغم، برافو عليكي يا سلمى، برافو. اشكري نفسك عادي. ما بتعملي اكله حلوه قوي ومحدش كله عمال ياكل بسم الله ما شاء الله، والاكل تحفه، وانا شامه ريحته اهو من عندي، شامه ريحته من عندي، والله الاكل تحفه، انا عارفه والله انت بتعملي اكل جميل جدا، بس محدش قال حاجه، محدش قال لي حتى تسلم ايديكي، ده الاكل حلو مثلا، ولا اي حاجه. بياكلوا 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 بس. طب انت مستنيه حاجه؟ لا انت مش مستنيه حاجه، انت مبسوطه انك انت عملتي حاجه حلوه، وهم اصلا كلوها كلها، مفيش اي حاجه فضلت من الاكل. مع ذلك ما قدروش ده، بس لا تسلم ايدك، ده انا عملت حته اكله، ايه الجمال ده، هو في كده؟ طب والله اللي انا اعمل اكله تانية واشكر نفسي عليها برضو، انا افضل اكل واقول لا برافو عليا، ده ايه الطعم الحلاوه، اشكر نفسي وانا قاعده؟ لا ما حدش يقول لا تسلم ايدي والله. اكسفيهم، ممكن عادي على فكره قبل ما انت قاعده تكسفيهم، لا تسلم ايدي والله، ده انا عملت اكل شابوه لنفسي والله. ايه يعني؟ ايه يعني ما تسقفي لنفسك؟ يعني هو انت مش ليكي ايدين؟ بيسقفوا، بيعملوا صوت اهو، برافو برافو عليكي، انا اهو معاكي وبسقف لك، برافو عليكي شطوره. عندك ايدين الحمد لله، اتنين بيسقفوا. ليه مستنيه حد يسقف لك؟ ليه مستنيه كلمه شكر من حد؟ ليه مستنيه كلمه حلوه من حد؟ طب ما حد ده اللي يقول لك كلمه وحشه ما انت بتزعلي. طب ليه مستنيين ان احنا على طول مستنيين، على طول منتظرين ان حد يقول لنا كلام حلو، ان حد يشجعنا، ان حد يقدرنا؟ وانتي فين؟ انتي فين من كل ده؟ اول لما تسيبي نفسك وتعرفي انك انتي حاجة غالية قوي، مش كل الناس هتعرف تقدرها، مش كل الناس هتفهمك، مش كل الناس هتعرف تقدرها. يعني انا بقول للناس اللي هي ما بتعرفش تشكر او ما بتعرفش تقول كلام كويس، دول في حاجة لوحديهم كده يعني احنا ملناش دعوة بيهم، يعني خلاص احنا مش محتاجين حاجة من حد، مش محتاجين كلام من حد. انا بشجع نفسي، بشكر نفسي، بحب نفسي، عادي جدا لما تقولي كده على فكرة، عادي. وانا بقول لنفسي، يعني انا اكني بكلم نفسي دلوقتي، مش بكلمكم، بكلم نفسي وبقول عادي على فكرة، عادي، تسلم ايدي، لا الاكل طلع حلو، تسلم ايدي الاكل طلع وحش، عادي برضو، ايه يعني؟ ايه اللي هيحصل يعني؟ ايه اللي هيحصل يعني؟ ناس حد قال لي كلام وحش، ده ليه بتنركز؟ اعتبري ان الكلام الوحش الناس اللي بتقولهولك ده، سواء يعني حاجة ضايقتك قوي او حاجة تافهة يعني، بس برضو اثرت فيكي قوي، اعتبريهم ان هما بيتكلموا لغة تانية. يعني ايه مثلا؟ انا معرفش الماني قوي، اوكي، او معرفش فرنش قوي، فقالوا لي كلام مش عاجبني، او حد عمل كومنت مش عاجبني، اكني هو انا مش فاهمة الترجمة بتاعته، فاهمين؟ يعني هو بيتكلم لغة تانية انا مش فاهماها، مش مستوعباها، خلاص خلاص، اتس ايزي، تمام يا ستي، ربنا يسامحك، خلاص هنعمل ايه؟ طنش، ما فيش احلى من التجاهل، وده تملي كده انا بقول التجاهل احسن حاجه، تجاهلي،
كلام وحش تمام، كلام حلو قوي عجبك ما تفضليش ايه ده بجد ميرسي قوي ربنا يخليك شكرا شكرا بجد، لا عجبكم الاكل فعلا، طب حلو الاكل اوكي تمام ميرسي جدا، الكلمه على القد. خلاص انت مستنيه كلام حلو من حد؟ مستنيه حاجه ايه؟ احنا مش قلنا ان احنا خلاص هنشكر نفسنا والاكل طعمه جميل وانتي تمام جدا وشطوره وبرافو عليكي؟ بلاش نستنى ان الناس تقول لنا كلام حلو، مادام احنا مش عايزين ان احنا نسمع كلام الناس في حاجات كتيره قوي. زي ما انت مش حابه الناس تقولك كلام وحش، برضو ما تستنيش الناس تقولك كلام حلو. بس يا نغم البني ادم برضو بيحب ان الناس تشجعه، والناس اللي حواليه، الناس اللي هتشجعه والناس اللي حواليه دول بعد ما انت تكبري، بعد ما انت تبقي استاذه بقى وناجحه بقى وبلا بلا بلا، تلاقي الناس دي كلها اللي كانت قاعده بتبص عليكي بس قاعده بتتريق عليكي، واللي كانت قاعده كلهم تحت قاعدين بيسقفولك وبرافو وعملتيها ازاي دي، واحنا كنا بنشجعك من الاول خالص وانا كنت واثقه فيكي انك انت قدها بجد وهتقدري تعملي ده. فعلا والله بجد ايه ده كنت قاعده بنزل وكنت قاعده بتكلم ومفيش اي حاجه، ليه انتوا رحتوا فين؟ لا اصلا انا كنت بتابعاكي، انت ازاي ما شفتنيش، انت ازاي ما عملتيش، الله لا 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 برافو. لا التقدير ده هتاخديه فما تستعجليش عليه اوكي. اهم حاجه ان انت تكوني جنب نفسك وتعرفي قيمه نفسك، مش قيمتك في عيون الناس او في كلام الناس. اوعي تاخدي قيمتك من كلام الناس، انت عارفه قيمتك كويس قوي، عارفه انت قد ايه شاطره، عارفه انت قد ايه حلوه، عارفه انت قد ايه مجتهده، عارفه قد ايه قيمتك عاليه، عارفه قد ايه انك انت تستاهلي، عارفه قد ايه انك انت بني ادمه نظيفه، عارفه قد ايه ان انت شاطره، عارفه قد ايه ان انت تستاهلي كل الخير، عارفه قد ايه ان انت دايموند، حاجه ما ينفعش ان حد يقرب لها او بس يلمسها، لان لو لمسها الدنيا هتتقلب، هيحصل بصي عارفه انت الدايموند اللي بيحطوها، عارفه انت لو في حاجه غاليه قوي بيحطوها بقى في بوكس كبير او في حاجه في متحف وكده وعليها سكيورتي وكده. في ناس لما بتلبس عقد غالي قوي او الماظ بيجي معاهم حراسه، مش حراسه للبنت اللي واقفه، مش حراسه للبنت اللي لابساها، لا حراسه على الطقم نفسه. انت متخيله؟ حراسه على الطقم نفسه اللي هي لابساه، في بودي جاردات وراها في جنبها ووراها عشان يحفظوا بس الطقم ده. خليكي غاليه، اعرفي قيمه نفسك، اشكري نفسك انت وقدري نفسك، واعرفي قد ايه ان انت مش محتاجه اي حد يقولك كلمه حلوه، انت حلوه بتعملي كل حاجه كويسه ومش محتاجه ومش مستنيه اي كلمه من حد غير انا طبعا ان انا هشكرك شكرا جدا 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 اللي انت شفتي الفيديو دوت، وشكرا انك انت كملتي معايا للاخر، وشكرا ليكي لان انت تستاهلي كل خير بجد، وانا بحبك جدا. حبوا نفسكم واشكروا نفسكم وقولوا لنفسكم شكرا وتسلم ايدي بجد. واشوفكم في الفيديو اللي جاي، وحاسه ان ده هيكون يونيفورم بتاعي بتاع الشتا بصراحه لانه هو عجبني جدا، فحاسه ان ده هيكون الفيديوهات اللي جايه كلها باليونيفورم ده. استحملوني بقى استحملوني لانه هو عجبني مع الفايبس بتاعت الشتا. بس اشوفكم في الفيديو اللي جاي، باي باي.